السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. خلينا متفقين ان شتاء يعني طواجن. طواجن بأي حاجة، في طواجن، وكمان الطواجن بتدي شكل خطير وفخم كده للطبق وانت بتقدميه. هنعمل مع بعض طواجن بسبوسة بالقشطة، بالقشطة الكدابة، الكريمة يعني. جبت هنا دي كوبايه ونص لبن، حطيت عليها معلقه كبيره لبن بودر. انا بحب اللبن البودر لانه بيعزز النكهه جدا في الحاجه. حطيت معلقه ونص نشا. قلبتهم كويس على البارد وبعد كده شغلت النار. ايدك بقى فيها عشان لما تتقل ما تتلسعش منك من تحت وتجلعص منك كده. انا فضلت اقلب لغايه لما خلاص ابتدت تتقل، رحت ضايفه معلقه كبيره قشطه اللي هي قشطه وش اللبن. اهم حاجه صلي على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. وخشي كده صلي على النبي في الكومنتات واكتبي لي كومنت حلو زيك او زيك، يعني لو ايا كان من اللي بيتابعني. ولو مش مشتركه اشتركي وفعلي زرار الجرس وشيري كده الفيديوهات بتاعتي عشان تتشاف، وحطي لايك لو سمحتي بعد اذنك. قلبنا فيها بقى لغايه لما السمك يبتدي يتقل معاكي زي ما انتم شايفين كده. سهله وسريعه وما بتاخدش نص ساعة ربع ساعة وبتكون جاهزة بقى. وبتتقدم دافية كده، في الدفا ده خطيرة خطيرة خطيرة. نقلب بقى. بصوا انا بوريكم ان هي خلاص كده، بصوا بكبكت من الحروف ازاي كده خلاص، عشان ما نسيبهاش تتقل قوي هتبقى مجعلصة. انا عايزاها كريمي ما تبقاش تخينة. تمام. ما تستغربوش ان انا هحط بضايه في البسبوسه. انا البسبوسه العاديه اللي هي الصواني، بسبوسه الحلواني، انا ما بحطش فيها بيض. انما البسبوسه بتاعه الطواجن بحط لها بيض لان هي بتبقى شبه الكيك شويه، فاهميني؟ حطيت بضايه وحطيت بالظبط معلقتين السكر، لان انا البسبوسه اللي عندي اللي هي الكيس الجاهز بيبقى متضاف له سكر، مش السميد اللي هو السميد البسبوسه. وهنا ديت نص كوبايه زبده. ما كانش عندي سمنه فحطيت زبده عادي يا بنات، وطلعت خطيره وجميله وطعمها تحفه، ولا نشفت ولا اي حاجه. اقلب كويس بقى. المفروض ان الزبده تبقى بدرجه حراره الغرفه، بس انا ما كانش لحقت فكت شويه، عذبتني شويه عبال ما فكت، عشان انا كنت بضربها من المضرب اليدوي صراحه وكسلت اطلع المضرب الكهرباء. تضربي بقى كويس لغايه لما تفك معاكي خالص. هنا حاولت اضرب فيها. نزلت هنا دي معلقه جوز هند مبشور، ونزلت بكوبايه زبادي اللي هي الكوبايه المعلبه، يعني بتبقى في الكوبايات المعياريه نص كوبايه. تمام. هي المفروض هتاخد معاكي كوبايه سائل، يعني انت هتلاقوني في الاخر زودت ميه، يعني انا واخده بس كوبايه زبادي من اللي هي الكوبايه العاديه. لو هحطها بالكوبايه المعياريه هتبقى كوبايتين من كوبايه الزبادي دي. قلبت كويس كده، جنست كل المكونات مع بعض. وانزل بقى بالكيس البسبوسه الجاهز ده. لو مش هتعملي كيس جاهز هتحطي اللهم صل على النبي كوبايه ونص سميد. والتحليه بتاعتك بقى حسب براحتك. المفروض كوبايه الا ربع، نص كوبايه، زي ما انت عايزه، بس هي المظبوط بتاعها بالظبط كوبايه الا ربع، يعني نص مقدار الدقيق مقدار سكر. زي ما انتم شايفين كده بقى ابتدي اجهز كل المكونات. انا لقيتها يابسه معايا ناشفه، هي المفروض ما تبقاش كده، المفروض تبقى سايله شويه، بس انا كانت يابسه برضو وعماله بحاول معاها لان انا كانت الزبده عندي مش فكه قوي. يعني انت هتبقى سهله بالنسبه لك لو الزبده فكه كويس، هتبقى سهله بالنسبه لك. انا هنا عجنتها كويس في بعض لغايه لما سيحت الزبده ولقيتها برضو محتاجه لسه ايه، سائل تاني. فرحت واخده نص كوبايه ميه، يعني بصوا انا عيرتها برضو في نفس الكوبايه. هي نص كوبايه هاخد شويه الباقيين، انا كنت سايبه برضو، انا بحب انزل الميه بشويه بشويه عشان الدنيا ما تبص معايا. خدت بقيه الكوبايه خلاص، بقيت نص الكوبايه وقلبت. هي المفروض تبقى ناعمه مش سايله، يعني بصوا هي ناعمه سهله ازاي معايا، مش سايله زي خليط الكيك. فاهمين قصدي يا بنات؟ زي ما هو شايفين قدامكم كده. اهم حاجه حطيتي لايك ولا لسه؟ اوعي تكوني نسيتي تحطي اللايك. حطوا اللايك بقى، قدروا تعبي، انا بعمل لكم وصفات حلوه وجميله كده اهو زيكم، فما ما تنسونيش في اللايك بتاعكم الحلو. بصوا هنا بقى بنحط انا دهن الطواجن زبده. واعملوا حساب ان الكيكه دي عشان البسبوسه دي عشان فيها بيض بترفع معاكم لفوق شويه، فما كتروش قوي في الطاجن. انا هنا حطيت في الطاجن من تحت معلقتين، لا انت ممكن تحطي معلقه واحده، لان هي في الاخر هتبقى سميكه معاكي. فاهمين انا قصدي؟ يعني ممكن الكميه دي هتعملوها على 5 طواجن مثلا مش على 4.
زي ما انتم شايفين كده توزعوها كويس، يعني هي برضو المعلقه هتبقى كويسه وحلوه، وتوزعوها كويس، ومن فوق برضو معلقه ونص كمان عشان يبقى الوش كله متغطي. هنا بقى جبت الكريمه، واهم حاجه ان انتوا تغطوا وشه كده بكيس عشان ما تعملش قشره معاكم، الكريمه دي ما تعملش قشره معاكم. بصوا بقى بنات الكريمه سايله ازاي، وانا حطيتها سخنه، المفروض كنت سبتها تبرد شويه، بس انا حطيتها سخنه لان انا كنت مستعجله والجو كان ساقع بقى زي ما انتم شايفين، وكنا عايزين ناكل حاجه سخنه. احط بقى كميه البسبوسه من فوق، انا ما كترتش الصراحه من فوق، لان انا عندي في البيت يعني جوزي وكده كان طالب ان الكريمه تبقى باينه شبه الرز بلبن كده اللي بيبقى في الفرن، هو بيحب قوي الرز بلبن اللي في الفرن، فكان عايز يبقى شايف الكريمه ويحس بطعمها من فوق، اللي هو اللي بيبقى المحروق ده كأنه محطوط قشطه على الوش، فاهمني؟ طبعا انت عايزه تغطيها كلها براحتك، برضو بتبقى طعمها جميل، وبتبقى الكريمه بقى في النص وخطيره برضو، يعني زي ما انت ما عايزه. بس انا حطيت بقى الكميه كلها على الطواجن وابتدي افردها، وهدخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، بتقعد حوالي ربع ساعه تلت ساعه بالكتير، لغايه لما وشها يعني تحمر من تحت وتتظبط، وكمان وشها يحمر، واحمرش معاكي افتحي عليها الشوايه حاجه بسيطه. الشربات بتاعنا حطيت نص كوبايه سكر على كوبايه ميه، انا عايزاه شربات خفيف مش عايزاه شربات تقيل، البسبوسه بتحتاج شربات خفيف مش شربات تقيل، الكنافه العكس، الكنافه بتبقى عايزه الشربات تقيل. تمام. هنا بقى حطيت عصره ليمونه وحطيت معاها الليمونه، انا بسيب الليمونه كده بتغلي غلوه بس على النار، وبشيل الليمونه اللي انا حطاها دي عشان ما تمررش، بس لما بحطها النكهه اصلا بتبقى الزيوت بتاعه عصير الليمون بيبقى طعمها القوي اكتر في القشره، فانا بعصرها وبعد ما بتغلي خالص بحط مكعب سمنه او زبده والفانيليا دي، وجربوا بقى الشربات بالطريقه دي. هنا كانت اول ما طلع بصوا بقى الوش المحمر بقى من القشطه، انا خرمتها كده عشان تبقى سهله كمان وتشرب معايا الشربات كتير بسرعه. انا الشربات غلي غلوتين وطفيت عليه، انا عايزاه خفيف زي ما انتم شايفين عشان البسبوسه تشربه. بصوا انتوا هنا شايفينها عايمه على النص، عادي البسبوسه من الحاجات اللي بتتساب براحتها وتلاقيها شربتها، بصوا اهي انا غطيتها وسبتها ربع ساعه كانت شربتها، وبصوا بقى خطيره جوسي وشاربه السوق الشربات وخطيره. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامه.